السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في الفيديو هذا باش نحكو على أخبار الترجي الرياضي التونسي، وكيف العادة قبل المشاهدة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بدايتنا باش تكون مع صابر بوقري، وحسب بعض المصادر الإدارة تتفاوض مع وكيل اللاعب من أجل فسخ عقده بالتراضي وتجنب أي مشاكل في المستقبل. ندخل الآن في الأخبار الإيجابية، وبدايتها باش تكون مع الأوغندي لاعب الأولمبي البيجي ريتشارد كازاكا. حسب بعض المصادر هناك مفاوضات رسمية مع اللاعب من قبل إدارة الترجي، كما أبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانضمام للترجي بالرغم من وجود عروض أخرى من البطولة التونسية كالنادي الأفريقي والصفاقسي وعروض أخرى من الخليج، ومن الممكن أن نشاهده على قريب في الترجي بعد فسخ عقده من الأولمبي البيجي. وهناك أخبار أخرى متداولة على تفاوض إدارة الترجي مع اللاعب الدولي نايم سليتي، وحسب هذه الأخبار صعب أن تتم هذه الاتفاقية لبعض الأسباب المالية. أما بخصوص البطولة العربية، بعد جدل قرر الترجي خوض هذه البطولة والمقابلة ستكون ضد الاتحاد السعودي. ونختم بخبر مفرح لحبان مكشخ المنتخب، وبعد التدوين اللي قام بتنزيلها اللاعب غيلان الشعلالي على حسابه في انستغرام، وهذا ما جاء في التدوين. للجمهور التونسي العزيز وللأندية التي قدمت لي الدعم، وأود أن أعبر عن امتناني العميق لكل شخص دعمني وشجعني، كما أريد أن أطمئن الجميع بأنني في مرحلة التأهيل البدني وما توفيقي إلا بالله. في النهاية نشكركم على المشاهدة، وكان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تدعمونا بلايك واعطونا رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم.